السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الفيديو ده مخصوص لاي حد لسه مش عارف يبدأ منين او حاسس ان الاجازة خلاص ضاعت. حتى لو الاجازة قربت تخلص او فاضل اسبوع او حتى كام يوم بس، صدقوني دي فرصتكم تعوضوا شوية حاجات بسيطة جدا هتفرق معاكم وهتسهل عليكم ترجعوا للدراسة او الشغل من غير توتر او ضغط. فهنا هشارك معاكم أفكار سهلة جدا جدا تقدروا تبدأوا بيها عادة جديدة أو تنظموا وقتكم بخطوات بسيطة وتحسسكم أنكم أنجزتوا حاجة حتى لو صغيرة قبل ما السنة الجديدة تبدأ. يلا نبدأ خطوة خطوة. ليه بنحتاج الخطوة دي؟ أغلبنا بيستنى لحد آخر لحظة وفجأة نحس بندم رهيب إن الأجازة خلاص ضاعت على حاجات ملهاش لازمة. الفكرة مش انك تغيري حياتك كلها في كام يوم، لا ابدا. الفكرة انك تبدأي بحاجة صغيرة جدا بس تقويكي وتفتح لك باب تنظمي وتدخلي السنة الجديدة بتركيز ونفسية احسن. صدقيني حتى لو بدأتي بحاجة واحدة صغيرة بس هتلاحظي بعدها انك بتكملي وحدك وبتتحمسي الخطوات اكتر من غير ما تحسي. امثلة عادات بسيطة. طيب تعالي دلوقتي اقولك امثلة بسيطة جدا، شوفي ايه اللي ينفعك وابدأي بيه واحدة واحدة. اول عادة، النوم بدري. عارفة ان دي اصعب عادة بس اسهل حاجة بتفرق فعلا. حاولي ترجعي جسمك ينام قبل 12 بالليل حتى لو ليومين بس. جسمك هيشكرك، تركيزك هيزيد جدا ومودك هيبقى احسن. تاني عادة، رتبي مكتبك او مكانك اللي بتذاكري فيه. شوفي اي ركن حواليكي وحاولي ترتبيه. الكتب، الورق، الاقلام، حاولي تنظميهم حتى لو شوية صغيرين، هتحسي براحة نفسية غريبة جدا. تالت عادة، اكتبي لنفسك ورقة صغيرة او حتى نوت على موبايل. جربي تكتبي 3 حاجات بس عايزة تخلصيهم قبل الدراسة، مش لازم حاجات ضخمة، ممكن تبقى حاجات بسيطة زي توضبي شنطة المدرسة او الشنطة بتاعتك، ترتبي دولابك، تلمي حاجات ملهاش لازمة. رابع عادة، نص ساعة كل يوم تقرأي فيها او تراجعي حاجة قديمة خفيفة جدا، مش لازم تذاكري بجد بس خلي عقلك يفتكر جو الدراسة عشان ما يبقاش الموضوع تقيل فجأة بعد الأجازة. خامس عادة، حاولي تخصصي ساعة في يومك لنفسك من غير تليفون. اعمل فيها ايه؟ اشربي مشروب تحبيه زي قهوة، نسكافيه، شاي. اقعدي مع ورقة وقلم اكتبي شوية افكار او حطي خطة خفيفة لليوم اللي بعده. حاجات صغيرة تفرق جدا في هدوءك. ومش بس كده، لو لسه معاكي طاقة جربي كمان تعملي جدول اسبوعي خفيف جدا، ممكن تكتبي عليه مواعيد النوم والصحيان او تحطي ايام المذاكرة وايام تجهزي فيها حاجتك. رتبي هدومك ولو بتحتاجي يونيفورم او لبس معين للدراسة او الشغل هتوفري على نفسك دوشة ولبس الصبح. واخيرا لو عندك شوية وقت جربي تعملي روتين بسيط جدا للعناية بنفسك، حتى لو بس ماسك خفيف او ترتيب للبشرة او تهتمي بشعرك شوية. حاجات بسيطة بتفرق فعلا في احساسك بنفسك. عايزة افكرك بحاجة مهمة جدا، الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتبني التغيير الكبير. مفيش حد بيصحى فجأة لقى نفسه منظم وناجح ومنجز كل حاجة، كل حد ناجح بيبدأ بخطوة صغيرة. جربي خطوة واحدة بس وكل يوم زودي عليها خطوة بسيطة، هتلاقي نفسك فجأة بقيتي بتنامي بدري وبتذاكري في هدوء وبتقوم الصبح وانتي مستعدة. لو تعبتي في النص عادي جدا، عيدي تاني مفيش مشكلة، المهم انك متقفيش فجأة وما تيأسيش من نفسك بسرعة. خلي بالك من الموبايل والتشتت قبل النوم وسيبيه شوية بعيد عنك وخلي عقلك يهدى شوية، هتحسي بفرق كبير قوي والله. دلوقتي عايزة اعرف منكم، اكتبولي في الكومنتات تحت ايه اكتر عادة حابة تبدأي بيها من دلوقتي قبل الدراسة او الشغل. هستنى كل تعليقاتكم وهثبت احلى تعليق زي ما متعودين. ما تنسوش اللايك للفيديو يوصل لناس اكتر، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان تشوفوا فيديو جديد كل جمعة الساعة 8 بإذن الله. شكرا جدا انكم كملتوا معايا لحد هنا، اتمنى تكونوا استفدتوا بحاجة بسيطة، وما تنسوش تشاركوني بافكاركم تحت. اشوفكم الاسبوع الجاي في فيديو جديد بافكار اكتر ونصايح اكتر ان شاء الله. وبس كده، بحبكم، سلام.